تتجوزوا فالفيديو ده ليكم. روحي هاتي خطيبك او جوزك واسمعوا الفيديو ده، وانت روح هات مراتك او خطيبتك واسمعوا الفيديو ده. تعالوا اشرح لكم ايه اللي هيحصل معاكم، والتشوهات المعرفيه اللي انتوا بتسمعوها هتعمل في حياتكم ايه. اول حاجه عايزه الفت نظركم ليها ان انتوا دايما مستهدفين من الشيطان. انا عارفه انتوا ما بتحبوش الكلام المكلكع ولا الكلام العلمي ولا الحاجات العميقه دي، هبسطها لكم، بس انتوا لازم تسمعوا الكلام ده علشان لو ما سمعتوهوش هتتحاسبوا قدام ربنا. وقبل ما احكي لكم القصه واشرح لكم النظريه، احب اقول لكم ان انا بقالي 5 سنين بدرس علم نفس علشان مقرره اشارك في اصلاح المجتمع، وهو عن طريق ان انا اشارك في اصلاح الاسره ومنظومه الجواز كلها. فاحب اقول لكم ان انا بذلت مجهود كبير قوي علشان اطلع لكم بالفيديو ده. فيلا بينا بقى نسمع المعلومه اللي هتهمكم وهتنفعكم، ولو ما سمعتوهاش هتتسالوا قدام ربنا لان جت قدامكم وانتوا ما سمعتوهاش. اول قاعده لازم تفهموها في الجواز، انتوا الاثنين سكن وموده ورحمه لبعض، وانتوا الاثنين لازم ايديكم تكون في ايد بعض ضد الشيطان، لان لو انتوا الاثنين ايديكم مش في ايد بعض هيبقى سهل جدا يلعب بعقولكم ويلعب في العلاقه اللي ما بينكم ويخليها تبوظ، وهو بس بيحرك صوابعه او ممكن ما يحركهاش كمان. تعالوا اقول لكم هو بيعمل ده ازاي. فاكرين قصه سيدنا ادم لما كل من الشجره؟ فاكرين ايه اللي حصل له علشان ياكل من الشجره؟ خد معلومه غلط. المعلومه الغلط هي اللي خلت سيدنا ادم ينزل من الجنه ومن المكان المريح اللي هو كان فيه ينزل لمكان اقل، مكان كله شقاء وتعب. بعد ما كان عايش في الجنه متهني بسبب معلومه غلط نزل تحت. تعالوا بقى نفهم المعلومه دي بتدخل لنا ازاي وبتعمل فينا ايه. الشيطان لما جه خلى سيدنا ادم كل من الشجره اداله معلومه غلط، وهو قال له ان انت لما تاكل من الشجره يا هتكون من المخلدين يا هتكون من الملائكه. فعلشان كده سيدنا ادم راح كل من الشجره على طول. دي القصه اللي ربنا حكاها لنا. تعالوا نشوف بقى العلم فسر لنا الكلام ده ازاي. العلم بيقول لنا ان احنا عندنا حاجه اسمها تشوهات معرفيه. التشوهات المعرفيه دي بتكون سبب اي حاجه غلط احنا بنعملها. طب ايه هي التشوهات المعرفيه دي وبتدخل لنا ازاي؟ التشوهات المعرفيه دي بتبتدي بمعلومه غلط، وهي المعرفه والمعلومه لما بتكون غلط من الاول بتؤدي بعد كده لمعتقد غلط، والمعتقد الغلط او المعتقد اللي انا اتبنيته او اللي حضراتكم اتبنيتوه بناء عليه بيولد عندنا مشاعر، احاسيس، زعل بقى، فرح، غضب، ايا كان بقى المشاعر والاحاسيس اللي حضرتك تبنيتها او حضرتك تبنيتيها بعد المعلومه الغلط. فبناء عليها ايه اللي هيحصل؟ سلوك غلط، يعني تصرف غلط. سيدنا ادم خد معلومه غلط، فالمعلومه الغلط ولدت عنده معتقد غلط، فالمعتقد ولد عنده مشاعر ان هو عايز ياكل من الشجره، فالمشاعر خلته بالفعل كل من الشجره، ولما كل من الشجره نزل من المكان المريح اللي هو فيه لمكان اقل. وده اللي الشيطان بيعمله معانا. طول الوقت بيصدر لنا معلومات غلط عن الجواز، وخلاه بدل ما هو سكن وموده ورحمه خلاه شقاء وعلاقه ميؤوس منها. البنات والشباب دلوقتي بقوا بيهربوا منها، بدل ما يبقوا متشجعين ان هم يتجوزوا علشان يحسوا بالسكن والموده والرحمه. البنات دلوقتي بقى في منهم اللي بيقول انا ايه اللي هيخليني اتجوز واحد ينكد عليا علشان الاسم انه بيصرف عليا وانا بعرف اصرف على نفسي، والولد يقول انا ايه اللي هيخليني اروح اجيب واحده تنكد عليا واصرف عليها ما انا بعرف اطبخ وبعرف اروق وبعرف اعمل الحاجات دي لنفسي، انا هعيش لنفسي ومع نفسي. والبنت تقول انا هعيش لنفسي ومع نفسي. وطبعا احنا عارفين ان ده لما هيحصل اللي جاي هيبقى شكله ايه، والانحرافات اللي هتحصل بعدين هيبقى شكلها ايه. احنا ككبار فاهمين الكلام ده، بس الصغيرين ما يفهموش ولا يعرفوا الكلام ده. واحنا ككبار لو ما قدرناش نفهم ونستوعب الموضوع بسرعه ونلمه بدري هيفرط ويبوظ مننا. فعلشان كده بقول لكم ان انتوا هتتسألوا عن دوركم في الوقت اللي احنا فيه، علشان انتوا ليكوا دور. احنا ربنا اختارنا بني ادمين، ما اخترناش حيوانات ولا شجر ولا اي نوع تاني. اختارك بني ادم علشان ليك دور في اعمار الارض. خلق لك عقل علشان بالعقل تقدر تفكر وتفلتر كل المعلومات اللي بتدخل عندك وتعرف مصدر المعلومات دي وتعرف هتعمل فينا ايه بعدين. دلوقتي كل اللي حاصل ان مجموعه من الناس متبنيين فكر مشوه معين بناء عن معلومه مشوهه دخلت في عقولهم، فهم عايزين يمشوا القواعد والمعلومات الغلط بتاعتهم دي على مجموعه تانيه.
المجموعة التانية برضو عندهم فكر مشوه ومعتقد مشوه، برضو شايفين ان هو الصح، عايزين يمشوه على المجموعة دي والمجاميع التانية. المجاميع التالتة برضو عندهم فكر مشوه ومعتقد مشوه. فدلوقتي كل اللي حاصل ما بيننا كلنا ان احنا ماسكين في خناق بعض وعمالين نتخانق مع بعض علشان عايزين نفوز. انا عايز افوز وحضرتك عايز تفوز والاستاذ اللي هناك عايز يفوز والمدام اللي هناك عايزه تفوز، فكلنا دلوقتي ضد بعض. فاحنا ضد بعض سايبين الملعب للشيطان يعمل اللي هو عايزه، يرقص بقى ويتنطط، يعمل شقلباظات، يخرب الدنيا، يلعب بعقول اولادنا. ما احنا مش فاضيين، احنا بنتخانق مع بعض. بس الحقيقه ان المفروض يحصل دلوقتي ان احنا كلنا نتجمع ونفهم المعنى الحقيقي للجواز، هو زي ما ربنا قال لنا عليه، سكن وموده ورحمه. العلم هيجي يفهمنا بالتجارب والنظريات العلمية ازاي نقدر نطبق القواعد دي في الزمن اللي احنا فيه. فعلشان كده احنا محتاجين نفهم القواعد الدينية من رجال الدين اللي مش مشكوك في امرهم، علشان للأسف الشيطان مغيرش الشجرة لسيدنا آدم، هو غير وشوه المعنى بتاعها. فعلشان كده في ناس كتير بتاخد من الدين شوية حاجات وتغير وتشوه المعنى بتاعها وتسوق فيها بقى على اساس ان هو دين بقى، احنا ما نقدرش نتكلم ده دين يا جدعان. فعلشان كده احنا محتاجين نشوف ايه المصادر اللي موثوق منها وناخد منها المعلومه الدينيه الصحيحه. يجي العلماء والمتخصصين زي حالتي كده متخصصين في علم النفس، نشوف العلم بيقول لنا نقدر نطبق القواعد دي ازاي في الزمن والوضع اللي احنا فيه. علشان كده احنا محتاجين دلوقتي ناخد ايدينا في ايد بعض زي ما بقول لكم كل مره، ونتفق ان الحاجتين دول هما اللي المفروض يسيطروا على الفكر دلوقتي. ما نتبناش اي فكر مشوه من اي حد ولا اي معلومه غلط من اي حد، لان تعالوا دلوقتي بقى اقول لكم علم النفس بيقول لنا ازاي المعلومات المشوهه اللي احنا بنسمعها دلوقتي حتى لو مش مقتنعين بيها هتاثر علينا بعدين. علم النفس بيقول لنا ان اي معلومه او اي حاجه بتحصل لنا بنحس بيها من الحواس الخارجيه بتاعتنا، سواء اننا سمعنا معلومه او قرينا معلومه او شفنا مشهد او لمسنا حاجه او شمينا حاجه او تذوقنا حاجه، كل الحاجات دي معلومات حسيه بنحس بيها، بتخش على الذاكره الحسيه ومنها على الذاكره قصيره المدى، ده في حاله لو احنا انتبهنا ليها. لكن لو احنا ما انتبهناش فبتمر مرور الكرام كده. فلو احنا انتبهنا ليها بتترمز تخش على الذاكره الحسيه، بعد الذاكره الحسيه بتترمز تخش على الذاكره قصيره المدى، تترمز تقوم داخله على الذاكره طويله المدى. فهنا في معلومه غلط دخلت لي، اتثبتت في عقلي في وقت معين وموقف معين، المعلومه دي اوتوماتيك هتطلع من الذاكره عندي وهتسبب عندي معتقد، وبالتالي هتسبب عندي شعور، وبعد كده هتسبب عندي سلوك. زي ما احنا شايفين دلوقتي ان معظم الجيل اللي طالع السلوك اللي عندهم هو انهم بيهربوا من الجواز، لان من التجارب السابقه قدامهم شايفينه اذى، ودي طبيعه اي انسان. البشر في العموم بيهربوا من اي حاجه بتسبب لهم اذى، علشان كده هم شايفين ان الجواز منظومه فاشله وشيء مؤذي. ففي منهم كتير مقررين ما يتجوزوش وفي منهم كتير مقررين ما يخلفوش. واحنا طبعا عارفين ان لو مفيش جواز ومفيش خلفه ايه اللي هيحصل. فدلوقتي احنا لو ما حطيناش ايدينا في ايد بعض زي ما بقول لكم كل مره ومسكنا ايدينا وكل واحد فينا قام بدوره عن طريق نشر الوعي زي ما انتوا هتعملوا دلوقتي، وتعملوا شير للفيديو ده او هتعملوا منشن لاي حد بتحبوه وعايزينه ينتبه ولمبه العقل تنور عنده، فبالتالي تنور له طريقه، هتعملوا له شير او منشن، علشان احنا محتاجين الوعي ينتشر ومحتاجين نهدى شويه ونبطل خناق في بعض شويه ونشوف احنا محتاجين نطبق ده ازاي. دلوقتي انا قلت لكم المعلومه انتوا سمعتوها بودنكم، فبالتالي دخلت في الذاكره عندكم. اولادنا الصغيرين برضو بيسمعوا معلومات عن طريق قصص او عن طريق مشاهد او عن طريق اي حاجه بيتفرجوا عليها او بيسمعوها، هتدخل عندهم في الذاكره. في الوقت بتاع الجواز هتبتدي المعلومات المشوهه او المعرفه المشوهه اللي دخلت لهم هتبتدي تطلع. فاحنا محتاجين ننقذ الجيل اللي جاي، لان ده دورنا دلوقتي، هنتسأل عليه بعد ما نروح عند ربنا لو ما قمناش بيه. فوالله انا قلت لكم يلا بينا نقوم بيه، علشان انا هقف قدام ربنا واقول له ان انا نصحتكم، بس هل انتوا خدتوا بالنصيحه واشتغلتوا معايا ولا كبرتوا دماغكم؟ ودلوقتي انا قدمت لكم المعلومه بشكل مبسط
وشرحتها لكم مباشره. محتاجين مع بعض بقى نخترع دلوقتي قصه قصيره، علشان انا بعمل قصص قصيره للاطفال الصغيرين بدخل لهم المعلومات النفسيه دي او بدخل لهم المعلومات الصحيحه في هيئه قصه، علشان زي ما بيقدموا لهم المعلومه المشوهه في هيئه قصه انا بحاول اقدم لهم المعلومه الصحيحه في هيئه قصه. فشغلوا معايا كده مراكز الابداع واكتبوا لي تحت في الكومنتات قصه علشان اقدر اخد منكم افكار، لان بصراحه انا راجعه من الشغل فاصله، فده محتاج يتشحن علشان ارجع دلوقتي افكر في قصه وانتجها. فتنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لي بقى ارائكم، وهل المعلومه اللي انا قلتها لكم دي فادتكم ولا لا، وهل هتجيبوا ايديكم ونبتدي مع بعض نصلح كل الامور دي، ولا هتسيبوني لوحدي تايهه كده؟ لان الحقيقه انا لوحدي مش هقدر اعمل اي حاجه. كل اللي اقدر اعمله دلوقتي ان انا اصور لكم المعلومه دي، وكل اللي اقدر اعمله لكم ان انا اشجعكم والفت نظركم وانبهكم ان احنا باللي بيحصل حوالينا ده تايهين، وهنفضل تايهين لو احنا ما اتجمعناش واتفقنا ان احنا نشتغل مع بعض ضد الشيطان. لان انا اي نعم بدرس علم نفس ومش من علماء الدين، بس انا على يقين تام ان انا هنا في الدنيا رحله، وان الشيطان بيحاربنا كلنا، وانا راجعه من معركه قويه قوي كان داخلها معايا. فعلشان كده بحاول بقدر الامكان واديكم المعلومه الصحيحه، لان تاكدوا ان طول ما انتوا بتحاولوا تعملوا حاجه صح الشيطان مش هيسيبكم. ما سابنيش وطول الوقت بيحاول يحاربني، فعلشان كده انا مقرره اطلب منكم تساعدوني في ان احنا نوصل المعلومه وننشر الوعي، علشان انا لوحدي هكون ضعيفه، لكن احنا كلنا مع بعض هنكون اقوياء. دمتم بخير، اشوفكم على خير الفيديو الجاي.